بيبدأ فيلم النهارده في مزرعة تيران، وبنشوف قدامنا كام تور بيلعب، وبيظهر قدامنا بطل فيلم النهارده واللي هو التور جاك، وبيبقى رايح يسقي وردة، وبتظهر عربية وبتجري التيران الصغيرة تتفرج عليها، وبيعرفوا ان دي عربية الميتادور اللي جاية تاخد التور اللي هيسارع في مصارعة التيران. فبيسأل جاك صحابه مين التور اللي هيختاروه ان هو يروح المسابقة، وبيرد بيلان وبيقول له اكيد بابايا، ولما اكبر هيختاروني انا. لكن جوب بيقول له لا طبعا اكيد هيختاروني انا، ده انا بتدرب على طريقة الاحتفال بالفوز من دلوقتي. وبيدخل بونزو وبيقول لهم لا اكيد هيختاروني انا لان انا الاسرع. فبيتريق عليه فايلان وبيضربه وبيوقعه على الارض، وبيجري جاك يطمن عليه، لكن بونزو بيقول له اوعى انا كويس. وبيجي باليانتو ويبقى عايز يتخانق مع جاك، واللي بيرفض ان هو يتخانق معاه، وبيقول لهم ان هو مش خايف ولا ضعيف، ولكن هو ما بيحبش الخناق. فبتتريق عليه التيران الصغيره، وبعدها بتيجي التيران الكبيره وبيفضلوا يتعاركوا، وكل واحد بيبقى عايز ابوه هو اللي يكسب. وبيتفرج الماتادور على المصارعه عشان يحدد مين التور اللي هيقدر ياخده معاه عشان ينافس في المسابقه. وفي النهايه الماتادور بيختار ابو جاك، وبعدها جاك بيروح لابوه وبيقول له هو انت لازم تروح المسابقه دي. فابوه بيقول له اكيد ده حلم اي تور. فجاك بيقول له ينفع ده ما يكونش حلمه، لان هو ما بيحبش المصارعه ومش عايز يبقى مصارع. فابوه بيقول له لما تكبر احلامك بتتغير. فجاك بيساله ينفع يبقى بطل بس من غير مصارعه تيران. وابوه بيقول له اتمنى العالم يمشي بنفس نظرتك دي، بس الامور مش بتمشي كده. وبيودع جاك ابوه اللي بيركب العربيه وبيمشي، وبيرجع جاك لاصحابه واللي بيلاقيهم داسوا على الورده بتاعته. وبيتضايق جاك جدا، لكن بيقعد يستنى ابوه لحد ما يرجع. لكن لما بترجع عربيه الميتادور بيلاقيها فاضيه، فبيزعل جدا على ابوه وبيحاول يهرب من المزرعه. وبيجري وراها اصحاب المزرعه وبيحاولوا يوقفوه، لكن بينجح ان هو يهرب. وبيجري لحد ما بيوصل لقطر وبينط جوه العربيه بتاعته واللي بتبقى ماشيه بسرعه كبيره. واول ما بيقف القطر بينزل جاك والدنيا بتبقى بتمطر. وقبل ما جاك بيتزحلق وبيغمى عليه بيشوف واحد، وبعدها بيصحى تاني يوم وبيلاقي نفسه في حظيره، وبيلاقي بنت صغيره جايه عليه. بتحاول البنت الصغيره تهديه وتديه الورده اللي في شعرها، فبتلاقيه قاعد بيشمها. وبتاخده البنت الصغيره لابوها والكلب بتاعها، وبتقول له من النهارده ده بيتك. وبتاخده تفرجوا على المكان، وبتفتح له باب المزرعه عشان يلعب وسط الخضره. وبيفضل جاك يشم في الورود وبيبقى مبسوط جدا. بتمر الايام وبيكبر جاك وبيبقى عايش مع البنت وباباها. وفي يوم بيصحى جاك وبيصحي الديك، وبيروح للكلب باب وبيقول له ان النهارده مهرجان الزهور، وده بالنسبه له اهم يوم في السنه. وبعدها بيروح جاك عشان يسقي الورد، وبيحاول الكلب باب يقول له حاجه بس جاك مش بيسمعه. وبتوصل نينا ووالدها واللي بيبقى صاحب المزرعه، وبيفرح جاك جدا عشان هيروح معاهم مهرجان الزهور. لكن والد نينا بيقول مش هينفع ياخده معاهم لان هو كبر. وبيتضايق جاك وبيقعد تحت الشجره وهو زعلان، ويقول ايه يعني كبرت عادي. وبيقرر ان هو يروح المهرجان. وبيوصل جاك المهرجان وبيفضل يشم في الورود، لكن الناس بتخاف منه، وخصوصا لما بتقرصه نحله، وبيفضل يصوت بصوت عالي. والموضوع بيبقى اسوأ لما بتقع رايه حمراء على راسه وبيفضل يبوظ في المهرجان. لكن هو بيقدر ينقذ طفل صغير كان هيقع، لكن الناس بتصر ان هو وحش وان هو عاوز ياكل الطفل. فبيجري بابا وبيقول له انت لازم ترجع للمزرعه حالا. لكن بتحاول الناس ان هي تمسك جاك، لكن جاك بيهرب وبيستخبى في بيت ست عجوزه. لكن الشرطه بتوصل له وبيقدروا ان هم يقبضوا عليه، وبيلبسوه اللجام وبيدخلوه جوه عربيه. وبتجري نينا ورا العربيه وبتنادي عليه عشان تحاول تلحقه، لكن العربيه بتبعد عنها والعربيه بتوصل للمزرعه. وبعدها بيكتشف جاك ان دي المزرعه اللي هو كان عايش فيها، وبيدخله صاحب المزرعه معزه عشان تهديه، وبتقول له ان اسمها لوبي. وبعد كده لوبي بتعرف جاك على باقي التيران، وبتستغرب ان هم عارفين بعض. وبيلاقي جاك تيران جديده دخلت معاهم في المزرعه، وبيتدخل باليانتو يفتكر ان جاك جاي عشان يهزمه، وبيقول له انا ههزمك في وقت المسابقه في الحلبه، وبيسيبه ويمشي. فبيستغرب جاك من كلام باليان. وبعد كده بتاخده لوبي وبتوديه الاوضه اللي هو هينام فيها. وهم نايمين بيدخل عليهم كام انفت كده ويبقى خايفين من جاك، لكن جاك بيطمنهم وبيقول لهم ان هو طيب، وبيديهم الاكل بتاعه وبيسيبهم يمشوا. وبعد كده جاك بيحاول يهرب لكن بيتكهرب من الصور. فبيضحكوا عليه الخيول، وبيقول لهم ازاي انتوا بقيتوا بره وانا جوه. فبيقولوا له عشان احنا خيول وانت تور متوحش. وبيبص جاك جنبه بيلاقي الحشرات بتعدي بسهوله وهو ضخم ومش قادر يعدي. وبعد كده بيجي تاني يوم وبتروح المعزه لوبي تصحي كل التيران، وبتقول لهم ان الميتادور مصارع التيران
التيران موجود هنا، وبتتحمس كل التيران عشان عايزين الميتادور يختارهم عشان هو اشهر مصارع تيران. وبتجهز كل التيران الصبح عشان تتسابق قدامه، وبيتفتح الباب وكل التيران بتبدأ تصارع الا جاك اللي ما بيكونش بيحب فكرة العنف وما بيحبش المصارعة، والميتادور واللي ما بتعجبوش اي تور من التيران وبتتضايق التيران كلها، وبيتهموا جاك ان هو السبب. وبعد كده بنروح لجوب واللي بيبقوا واخدينه في عربية وبيبقى فاكر نفسه ان هو رايح المسابقة، لكن بتزعل عليه التيران جدا لما بيعرفوا ان هو رايح المجزر. وبعد كده بنروح لنانا واللي بتبقى حزينة على فقدان جاك، واللي كمان جاك بيبقى زعلان برضه على فراقها. وجاك بيشوف بونز واللي بيعيط على جوان وبيحاول ان هو يخفف عنه، وبيطلب بونز من جاك ان هو ما يقولش لحد ان هو كان بيعيط، وبيوعده جاك ان ده هيفضل سر بينهم. وتاني يوم بيشوف جاك التيران وهي بتتدرب، وبيشوف الخيول وهي بترقص، وبتجيله المعزة لوبي بتقول له انت لازم تتدرب عشان الميتادور يختارك، لكن جاك بيرفض وبيروح ينقذ ارنب صغير، وبيساعد انجوس ان هو يرفع شعره وبيشوف كويس بدل ما هو كان مش شايف، وبيشكر انجس وبيقول له انت ليه ساعدتني رغم انا ضدك، وبيرد عليه جاك وبيقول له عشان احنا اصدقاء وانا مش مهتم بالمسابقه. وبتتضايق المعزة لوبي وبتقول له كفايه مساعده للتيران، بتقول له انت كده مش هتكسب المسابقه. وبتتريق الخيول على جاك لما بتلاقيه بيرقص، والخيول بترقص قدامه عشان تغيظه، وبيدخل انجوس عشان يرقص مع جاك، وبتيجي بقى التيران وبترقص معاهم، والحشرات برضه بتشغل مزيكا وبترقص معاهم، وبينجحوا فعلا يتغلبوا على الخيول بعد ما بتتكهرب في السور، وبيبقوا فرحانين جدا التيران لان هم كسبوا الخيول في الرقص. وبيجي لهم بليان وبيتريق عليهم وبيقول لهم خليكم كده ارقصوا، بس انا بكره اللي هبقى التور اللي هيروح المسابقه لان انا الوحيد اللي جاهز للمسابقه. بتتاثر التيران بكلامه، بيسيبوا جاك مع المعزه وبيمشوا، وبيقول جاك للمعزه ان هو عايز يرجع لبيته وعايز يرجع للانا، وبيحكي لها عن لانا والمزرعه اللي هو عايش فيها، وبتقول له المعزه لوبي انا عايز اروح معاك بس نخرج ازاي؟ فبيروح جاك للانافد الصغيرين وبيطلب المساعده منهم، وبتوافق الانافد وبتفتح له باب البيت عشان يخرج منه. ولما بيدخل جاك البيت بيشوف صور تيران كتير متعلقه على الحيطه، وبيلاقي من الصور دي صوره ابوه، وبيفهم ان المسابقه دي محدش بيفوز فيها، ونهايه كل واحد برواز بيتعلق على الحيطه. وبيقرر جاك ان هو يرجع لباقي التيران ويحذرهم، وبيروح لهم وبيقول لهم ان مفيش حاجه اسمها فوز في حلبة المصارعه، لكن بليان بيقول له انا ليه اصدق واحد جبان زيك، وبيقول له ان التور اتخلق عشان يقاتل، يا اما ينجح يا اما يموت. وبيطلب بليان من جاك ان هو يتصارع معاه، لكن جاك بيرفض، بس بليان بيصر وبيهجم على جاك، بس بيضطر جاك ان هو يدافع عن نفسه وبيتكسر قرن من قرون بليان، وبيكون الميتادور شايف اللي حصل وبيختار جاك للمسابقه، ولكن بليان بيركبوه العربيه وبيودوه المجزر. وبيقرر جاك ان هو ياخد باقي الحيوانات ويهرب بيهم من المزرعه، وبيقرر ان هم يروحوا ينقذوا بليان من المجزره، وبيتحد التيران وبيقدروا ان هم يحبسوا الخيول، وبيقدر جاك يهرب من المكان بتاعهم عشان يروح ينقذ بليان. ولما بيوصل هناك بيحاول يقنع بليان ان هو يهرب معاه، وبيكتشف جوب ان هو لسه عايش، فبيقرر ان هو ينقذه هو كمان. وبيجي بليان فجأة وبينقذ جوابه بعد ما اقتنع بكلام جاك، وبيحاولوا هما التلاتة ان هما يخرجوا من المجزرة وبينجحوا فعلا، وبينضموا لباقي الحيوانات وبيركبوا العربية وبيعرفوا يخرجوا من المزرعة، ولكن بيجري وراهم اصحاب المزرعة في شوارع مدريد، ولان الدنيا بتكون زحمة بتجيلهم فكرة وان هما يروحوا لمحطة القطر، فبيروحوا هناك وبيستخبوا تحت القضبان، لكن اصحاب المزرعة بيشوفوهم، ولكنهم بيقدروا يركبوا على مقطورة من مقطورات القطر، بس الحراس بتكون لسه وراهم. فبيقرر جاك ان هو يضحي بنفسه عشان ينقذ اصدقائه، وبينجح فعلا في كده، لكن اصحاب المزرعة بيعرفوا يمسكوه. وبعد كده بنروح لوالد نانا واللي بيشوف صورة جاك في التلفزيون، وبيروح لبنته وبيعرفها ان هو هيبقى في مسابقة التيران في مدريد، فبيقرروا ان هم يروحوا له عشان ينقذوه. ويوم المسابقة بيجهز الميتادور لان ده بيكون اخر قتال ليه، وبيدخل الحلبة وبيهتف الجمهور باسمه لان هم بيحبوه، وبيفتح باب الحلبة وبيدخل جاك بس بيكون خايف، وبيحاول الميتادور ان هو يقرب من جاك، لكن جاك بيكون بيبعد عنه، وبتيجي ناس ماسكة عصيان فيها سكاكين صغيرة من قدام وبتضرب جاك، فبيتعصب جدا جاك وبيجري وبياخد القماشة الحمراء من ايد المصارع، وبعدها بيحاول المصارع ان هو يقاتل جاك بسكينتين، ولكن جاك بينجح كل مرة ان هو يهرب منه، وبيتعلق المصارع في قرون جاك، لكن جاك بيشوف وردة تحت رجله وبيفضل يشمها، وبيهدى وبيقعد قدام المصارع اللي بيبقى ماسك له سيف، وبتهتف الجماهير وبتطالب باطلاق سراح جاك، وبتجري نينا من وسط الجمهور وبتنده على شاك اللي اول ما بيقابلها بيحضنها، وبعدها بيرمي الجمهور ورود عليه، وبعدها بيجي اصحاب جاك في المزرعة،
وبعدها بيقرروا كلهم ان هم يروحوا يعيشوا في مزرعة نينا، وبيرجع جاك للمزرعة اللي هو اتربى فيها، وبيخلص الفيلم على كده. سكريبت وتقديم عادل كامل، مونتاج يوسف احمد. وما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل متابعة للصفحة، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. سلام.